وفي حوار القاهرة نناقش مصر مبادرة رئاسية ومظاهرات شعبية. يبدو أن مصر عادت إلى المربع الأول كما يقول البعض، قرارات لا تلبي طموح بلد عاش لعقود تحت نظام أطاحت به ثورة شعبية، ومسيرات ومظاهرات تحيط بالتحرير وتتجه نحو قصر الاتحادية رفضا للإعلان الدستوري ومشروع الدستور. فهل هي عودة إلى المربع الأول، إلى حكم الحزب الواحد؟ بعض رموز المعارضة ترى اليوم في حزب الحرية والعدالة وجها آخر للحزب الوطني، على الأقل بطريقة التفرد بالقرارات ومنع الاحتجاجات. حوار القاهرة الليلة حول المبادرة الرئاسية، نستضيف فيه الكاتب الصحفي المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة هاني صلاح الدين، والقيادية بحزب الدستور المصري الإعلامية جميلة إسماعيل، كما نستضيف أيضا القيادية السابق بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور كمال هلباوي. يمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر والفيسبوك الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. أهلا بضيوفي جميعا، وأبدأ معك أستاذة جميلة إسماعيل. خطاب مرسي هل ينزع فتيل الأزمة أم أنه يصب الزيت على النار؟ هنبدأ بالخطاب؟ نعم. هو أنا في الحقيقة أعلنت منذ ساعات طويلة أن أنا لن أستمع إلى الخطاب، لأنه خطاب رئيس فاقد للإنسانية بعد الأحداث اللي حصلت بالأمس، وبالتالي فهو فاقد للشرعية، فهو لا يمثل. ومع ذلك أنا قرأت اللي جه في الحقيقة في الخطاب من خلال تعليقات الكثيرين هنا. حسب ما أنا شايفة نموذج بائس جدا من خطابات مبارك. حديث المؤامرة موجود بقوة في تمهيد لإعلان حرب ما على أطراف ما. بنتكلم على نيابة بتحقق مع بشر احنا ما سمعناش عنهم. في توطئة لفكرة انك بتلوح للمعارضين او بتلوح للبعض انك هتنتقم، فالانتقام موجود. حتى الخطاب مش لا يرقى لفكرة البرهم او الكريم المسكن اللي احنا توقعنا ان احنا هنلاقيه. طب لماذا تنظرين الى النصف الفارغ من الكوب؟ هكمل بس بعد اذنك. الحاجة الأخيرة المهمة هي فكرة الدعوة اللي هو بالتأكيد بيرى أن هي دعوة كريمة، دعوة ملهاش ترتيبات، ما تمش الاتفاق مع ولا الاتصال ولا أي مبادرة ولا أي اتصال ولا أي شيء خرج من قصر الرئاسة للجبهة الإنقاذ منذ حوالي 7 أو 8 أيام. فأنت بالتالي خارج بتقول كلام للشعب. لا، هو قال إني لدي اتصالات وأجريت اتصالات مع بعض رموز المعارضة. أنا في جبهة الإنقاذ وبأكد لك إنه ما فيش أي اتصالات. إحنا بالعكس، إحنا سعينا أكثر من مرة إنه يكون في مبادرات ويكون في اتصال ويكون في نقطة ما ممكن نلتقي فيها الجواب؟ لإراقة الدماء، لحقن الدماء. الجواب ماذا كان؟ لكن في الحقيقة لا. حتى الناس اللي كانت بترد عليك في التليفون فيما سبق توقفوا عن الرد، لأن هناك توجيه بعدم الرد. في استعلاء، خطاب فيه استعلاء، في تجاهل كامل لكل اللي حصل بالأمس إلا في سياق المؤامرة. قلب الحقائق دعوة لن يستجيب لها أحد من الأطراف اللي مصرة على الحفاظ على حق المصريين وحق الشعب في استفتاء بعد دستور يتم فعلا كتابته من قبل المصريين، في إسقاط الإعلان الدستوري. مفيش أي شيء في الحقيقة بيقول إن بكرة مش هنخرج ب17 مسيرة من كل أنحاء القاهرة متجهين للاتحادية. أستاذ هاني صلاح الدين، استمعت إلى الأستاذة جميلة إسماعيل. لا جديد في خطاب مرسي، هكذا هي تقول، بل يعني استمرار لطريقة مبارك. هل ترى فعلا أن في الخطاب استعلاء على الناس؟ خليني في البداية أخذ من طرف كلام السيدة جميلة إسماعيل كلمة أنا واخدة موقف قبل أن أسمع الخطاب. هذا هو نقطة الخلاف الكبير. لا حوار، لا كلام، لا تدخلات مع هذا الرئيس فاقد الشرعية. كلها كلمات تخالف الصندوق الانتخابي وتخالف شرعية هذا الرئيس. للأسف الشديد أنا أستشعر واشتم رائحة أن هناك التيارات الليبرالية واليسارية يحاولوا، وهم لم يقرأوا خريطة مصر السياسية جيدا، يحاولوا أن يكرروا سيناريو الجزائر مرة أخرى بعد وصول التيار الإسلامي. فهناك محاولات جادة لإسقاط هذا التيار في مهده قبل
أن يفعل شيء. ولذلك منذ أن تولى الرئيس مرسي حتى هذه اللحظة سنجد حالة من الصراع السياسي. خرجنا من المنافسة بعد أن فشلت القوى الليبرالية واليسارية أن تجتاز الاختبار الشعبي في الانتخابات الماضية، وأقرب المنافسين من هذه التيارات كان رقم 3. وكنت أتمنى أن ينظر هؤلاء إلى الخريطة السياسية المصرية من جديد. سنأتي على هذه التفاصيل، ولكن اسمح لي أنا لازم في الخطاب الآن يعني. ما هو أنت عشان تتحدث عن الخطاب لابد أن ترى الخلفيات. عندما أقول لن أسمع، لن أسمع بعد دماء، بعد إذن لن اسمع بعد دماء امبارح. بس انا سمعت بعد شهداء امبارح. استاذه جميله، كنا بنسمع حتى سيدتي انا سمعت من امس لن نستمع. انا هوريكي حاجات استاذنك. وانا هنا مش بتكلم على دم شهدائنا، دم شهدائنا ودم شهدائهم. انا هوريك دول كلهم جيش اسمحوا لي عشان ابين والشعب ضد بعضه، انك تجيش الاثنين حرام. يا سيدتي هؤلاء هم الذين استخدموا العنف امام الاتحاديه بالامس. طيب وهؤلاء من يقول هؤلاء صوار؟ طيب وهؤلاء من استخدموا السلاح. يا استاذ هاني، لا عفوا يعني انا هنا ادير النقاش يعني عفوا يعني هذه الصور انا شاهدتها، وشاهدت مشاهد على الفيديو، وشاهدت شخصيات من حزبكم الموقر الحرية والعدالة يقوم بالتحقيق وكأنه وكيل نيابة. يعني عفوا يعني سيدي هؤلاء تم تسليمهم جميعا للنيابة العامة. طيب والآن التحقيق كما قال الدكتور جيد جدا جيد جدا. نحن خلينا في الخطاب، خلينا نتكلم في الخطاب. أنا أرى أن الرئيس اليوم قدم خطوات نحو الآخر، فعلى الآخر أن يتقدم أيضا إذا أراد مصلحة الوطن، وأن لا يزج في ظل الصراع السياسي اللي أنا شايفه مستهدف بالفعل بالبلاد في هذا التير. أنتم قوى شعبية لا ننكركم، لكن للأسف الشديد استعنتم بعدو كنت تظنون أنه صديق وهو الفلول، وعدتوا إنتاج هذه النوعية اللي هي الفلول في شكل ثوار حتى يكسروا العدد. ولكن الآن جنينا جميعا نار هذا الأمر. الرئيس النهاردة عندما يوضح للشعب المصري كله أن هناك مؤامرة، فعلا هناك مؤامرة. السفير محمد طهطاوي بالامس، السفير طهطاوي قال طيب اكمل الرؤيه، اسمح لي. لدي الاستاذ كمال الهلباوي لابد ان اشركه قبل لكن قال ان هناك اجتماع للفلول في فندق سفير، واعلن ذلك بوضوح لاستخدام اسلحه ب5 مليون جنيه، والنتيجه ظهرت بالامس. طيب قتل الخمسه. السيده جميله اسماعيل بتقول لي لن يكون هناك الدم الذي اسيل يا سيدتي دم مصريين من التيار الاسلامي. طيب. ال5 الذين قتلوا دم مصريين من التيار الاسلامي، وشهدائنا في رقبه مرسي. طيب. في رقبتكم انتم للاسف الشديد. في رقبه رئيس الحزب الذي تتبعيه وقال للغرب نحن دكتور كمال لا يهتم دكتور كمال لا يخشوا لا سمحت يا استاذ هاني، سيدتي دكتور كمال الهلباوي، دكتور كمال الهلباوي إذا كنت تسمعني، ما تقييمك لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي؟ هل يساعد ولو قليلا في حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد؟ بسم الله والحمد لله. أنا استمعت للخطاب، ولكن الأمور المطروحة عايزة حكمة أكبر مما جاء في الخطاب. فمثلا ناخد نقطة الدعوة للحوار، هذه دعوة تشريفية. الحوار الجاد يجب أن يكون في مكان محدد يستمر عدة أيام، له أجندة معقولة، المحاورون يجلسون مع بعض، يعاد بناء الثقة. إنما مش مرسي كرئيس هيحاور كل الناس اللي جايين للحوار اللي يطلع مصر من هذه المشكلة. الأمر الثاني إن هناك عدة مبادرات قبل مرسي، في مبادرة محمود مكي امبارح، في مبادرة المستشار كمال إسلامبولي، في مبادرة أبو العيلة ماضي، في مبادرة احنا عملناها على قناة التحرير من يومين، في مبادرة لعبد المنعم أبو الفتوح. يعني هناك عدة مبادرات. ليست هذه المرة الأولى إن مرسي يعلن شيء جديد.
إنما هناك مبادرات. طب ما القصد دكتور كمال؟ يعني ما القصد من طرحه فكرة ورغم هذا أنا أقول للدكتور مرسي كلامك على العين والرأس، إنما اعمل حوار في جامعة القاهرة أو في مجلس الوزراء، ليس بالضرورة في قصر الاتحادية. يعني هي المشكلة دكتور في المكان يعني؟ لا أنا ما قلتش المكان. طيب. أنت لازم تستوعب اللي أنا قلته. أنا قلت مكان وأجندة ومحاورون واتفاق على موضوعات ويستمر عدة أيام. أنا ما قلتش مكان وخلاص. أنا بقترح حوار زي الناس ما بتعمل حوارات في البلاد المتقدمة وخصوصا البلاد الديمقراطية، إنما مش حوار سلق بيض. تعالوا اقعدوا مع الرئيس واشربوا قهوة وسلموا عليه وبوسوا بعض وانتهت القصة. ثانيا ما ذكره عن المادة السادسة من الإعلان الدستوري، أولا مادة فضفاضة تكلمت عن الأمة وعن السلامة الوطنية، الوحدة الوطنية، وعن مصر كدولة. نعم. يعني في لخبطة في الصياغة نفسها. المادة الثانية أخطر من المادة السادسة. المادة الثانية كان لازم يتكلم عن المادة الثانية اللي هي حصنته حقيقة. وبعدين يا أخي الشاعر بيقول يعني بالنسبة للشيء الضعيف اللي يكون فيه يعني يتكلم عن ان اقل شيء ممكن يهين الامر نفسه. نعم. والحكماء يرون انت لو عندك بدلتك دي عليها نقطة حبر واحدة ما بتمشيش بيها في الشارع. يعني لازم يستجيب لحوار طويل ويأجل قضية الاستفتاء ده إلى أن يقتنع الناس. يعني وضحت هذه النقطة دكتور كمال الهلباوي. نتابع الجزء الثاني من حوار القاهرة من سكاي نيوز عربية ولكن بعد قليل. ونواصل معكم حوار القاهرة حول المبادرة الرئاسية، ونرحب مرة أخرى بضيوفي الكاتب الصحفي المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة هاني صلاح الدين، القيادية بحزب الدستور المصري الإعلامية جميلة إسماعيل، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين كمال الهلباوي. مرحبا بكم جميعا ومجددا. دكتور أستاذة جميلة، دعيني فقط أذهب إلى هذا الكليب الذي نقول من خلاله أن الرئيس المصري محمد مرسي دعا قوى المعارضة إلى حوار وطني يوم السبت، وأضاف أنه ينبغي حل كل الخلافات بالحوار. وأوضح مرسي في كلمة وجهها للشعب المصري أن على الأقلية أن تستجيب لمطالب الأغلبية. لنشاهد معا. لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من اختلاف سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار، وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرادة شعبه. أقول لا بد وأن ننزل جميعا على إرادة هذا الشعب، وهذه المصلحة لا يحققها العنف، وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة، إنما يتحققان بالحكمة والتعقل والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية. الرئيس المصري محمد مرسي متحدثا عن مبادرته للحوار مع الأطراف المتنافرة، وهذا ما أود أن أسألك فيه أستاذة جميلة إسماعيل، وما تفضل به الدكتور كمال الهلباوي. أليست هناك فرصة من خلال طرح الرئيس المصري لحقن الدماء؟ أنا عايزة بس أبدأ بأن أنا أقدم اعتذار على الهواء للدكتور كمال الهلباوي في الحقيقة، اللي هو كان عنده بعد نظر عن اللي كان عندنا. أعتقد أنه يمكن في لقاء سابق بينا من سنة أو حاجة إحنا كنا مصرين على أنه نحن والإخوان في اتجاه واحد، ونحن رفاق في طريق النضال، ونحن كذا ونحن كذا، وكان هو في الحقيقة له وجهة نظر.
انا بشوف ان احنا ممكن يكون كان عندنا رومانسيه ثوريه او نقاء ثوري ما غير مناسب للحظه دي في الحقيقه. انا عايزه بس اقول على القرار الذي تنزل فيه الاقليه على رغبه الاغلبيه اللي كان بيشير ليها الدكتور محمد مرسي، اللي انا شخصيا بشوف في اللحظه دي انه رئيس زي ما قلت لحضرتك في البدايه هو فاقد للشرعيه، انه فاقد للانسانيه بدليل ما حدث بالامس من تجييش بشر ضد بشر اخرين بنفس طريقه مبارك، والخطاب اللي هو اللي جه من خلاله او الكلمات اللي استخدمت في هذا الخطاب اللي هي قريبه قوي من اللي كان بيتكلم بيه نفس الطريقه، فكره تحريض المصريين للدفاع عن كذا اللي قالها في ختام خطابه، زي بالظبط ما عمل المشير طنطاوي في لحظه من اللحظات. عايزه اقوله ان نعم الديمقراطيه ليست هي ان الاقليه تنزل على زي ما هو بيقول، دي مش الديمقراطيه. الديمقراطيه في يعني اهم الدول الديمقراطيه انه الاقليه اللي هو بيصفها بالاقليه اللي هو احنا زي ما هو بيصفنا، انه لا بالعكس، ده اللي ليهم الغلبه لابد ان يحترموا الاقليه وافكارهم. وعايزه افكره الدكتور محمد مرسي ان نحن الاقليه اللي كنا 10 مليون في لحظه من اللحظات وكنا سويا في نفس الميادين، 10 مليون قبل خلع الرئيس في كافه الميادين، كان 70 مليون مواطن في مصر كان ضدنا، كانوا الاغلبيه ضدنا، استمرينا، لكن ال 70 مليون مواطن بعد خلع الرئيس بدقائق كانوا بيرقصوا كلهم في الشارع معانا، وكانوا سعداء جدا بان احنا كنا الاقليه اللي بتحافظ على المبادئ والقيم والاخلاق، واللي فعلا بتحاول انها تبني الدوله بشكل صحيح. استاذ هاني صلاح الدين، يعني استكمالا لموضوع الحوار وهو نقطة جوهرية، الحوار الوطني الذي دعا إليه الدكتور مرسي، ما المقصود من الدعوة إلى حوار وطني من دون إلغاء الإعلان الدستوري وإرجاء على الأقل الاستفتاء؟ سيدي، هم تحدثوا أكثر من مرة إحنا نروح للاستفتاء وعلى عنقنا سيف اللي هو الإعلان الدستوري. الرجل قال الإعلان الدستوري منتهي الصلاحية عقب نتيجة الاستفتاء سواء بنعم أو لا، وطلب من القوى الديمقراطية الليبرالية اليسارية التي تعشق معاني المدنية كما يصوروه للرأي العام، للأسف تعالوا نحل هذه الأمور ونضع خريطة طريق ما بعد الاستفتاء سواء بنعم أو لا. مجلس الشورى الرجل أشار إلى أنه ليس متمسك مجلس الشورى، نزع الفتيل من خلال أنه يعني القرارات السيادية معروفة ومحددة للقضاء، وما دون ذلك لن يكون هناك أمور تحدث نزاعا مع القضاء المصري. إذن الرجل أراد أن يثبت للعالم كله ولمصر أنه بالفعل لديه من المرونة ما يستجيب به للمعارضة المصرية. لكن خليني أكون أكثر صدق ووضوح. إذا كان الدكتور كمال الهلباوي يقول أو يعني الرئيس مرسي يستهلك الوقت، يعني يوم السبت وهو موعد الحوار الذي حدده الرئيس سيكون هناك استفتاء، واللجان الانتخابية في الخارج ستفتح أبوابها للمستفتين. يا سيدي، يعني هناك استفتاء. هو عندما يختلف فصيلين سياسيين لمن يحتكموا، العقل والمنطق يقول لمن يحتكموا للصندوق. إذا أنا مش خايف من الصندوق، لكن هناك إذا يعني أراد الشعب، اسمح لي بس خلينا نبقى واضحين، إذا أراد الشعب أن يقول نعم فمرحبا. أنت تخير الشعب بين سيء وأسوأ. من قال ذلك؟ الإعلان الدستوري الآن بمنطق هذا الكلام، بمنطق هذا الكلام انتهى. أستاذة جميلة، أنا طلبت منك حاجة واحدة بس. أنا طلبت منك حاجة واحدة بس. يا أستاذة جميلة، أنا طلبت، أنت مؤسسة في حزب الدستور. يا أستاذة أنا بسألك سؤال بعد إذنك، أنا لابد أن أطرح عليه سؤال. أنت حضرتك مؤسسة في حزب الدستور، كنت أتمنى أن تكون القضية المصرية داخل الحضن المصري، مش زي ما فعل الدكتور البرادعي. وبتكلم عليه على ما طلبه الدكتور البرادعي أن ياخذ من الخارج، أن يتقوى بالفرض على مصر. يا سيدتي عيب، لا سمحت أن تقدموا للشعب المصري. بقول لك أنت المفروض أن تكوني أكثر تعقلا مع الشعب المصري. لو سمحتي يعني تعتذروا، بتحاولوا تروحوا للغرب.
في القصر الرئاسي من اسبوعين. يا سيدي يا استاذ جميل لو سمحت تثيروا يا الحرب علينا. استاذ هاني بمناسبة يا هذه هي لغة الحوار يا سيدي. هذه هي لغة الحوار. أريد أن أستكشف الحلقة. أريد أن أستكشف. في زماننا الصحفي بحق الحسيني. هذا الدليل الحسيني قتل من خلفه. ما بين الحياة والموت. ضرب من ضرب من خلفه. سيدتي يا أستاذ تحتسبوا أن بتتكلم على الخير. بتتكلم على الأمانة. بصوا على من قدمتم ما لم يقدموا أحد للأمريكان ولا إسرائيل. مثل لواء ما يريد أن يلتقي. يا أستاذ هاني لو سمحت لا تتحدث عن إسرائيل. تحدث عن أمريكا. لو سمحتوا أن تلتحفوا بالغرب. نحن على الهواء مباشرة يا جماعة. تعتذروا للشعب المصري. والله المفروض أن تعتذروا للشعب المصري على ما فعلتوه. نحن على الهواء. عشان نزور ونتظاهر. يا سيدي يا سيدي عصام العريان البكاكي أن تنقلب على الشرعية. كفرونا تريد أن تنقلب على الشرعية. ماذا تريد؟ دعني أكمل فقط أعطي الكلمة الآن كحل وسط لهذا. أنتوا اللي خطبتونا بالأمس. أنتوا اللي خطبتونا بالأمس. أستاذ كمال هو وانا عديم الإنسانية. وانا عديم الإنسانية. سمحتوا للفلول أن يقتلوا. وانا عديم الإنسانية. لو سمحت يا أستاذة جميلة يعني أنا مضطر أخذ فاصل. مضطر أخذ فاصل لو سمحت. رفضوا أن تعيدوا الفلول في شكل صوار. أنا مضطر أخطأتم والتاريخ لن يغفر. فاصل قصير ثم نعود لمتابعة. أهلا بكم من جديد إلى حوار القاهرة الذي نناقش فيه المبادرة الرئاسية التي تقدم بها الرئيس المصري محمد مرسي، والتي يبدو أنها لا تلقى قبولا على الأقل من قبل المعارضين للرئاسة. أتحول إلى الدكتور كمال الهلباوي. دكتور كمال الهلباوي، قبل هذا الفاصل يعني كنا نتحدث عن الطرح الذي يعني تقدم به الرئيس المصري. أريد أن أقرأ عليك ما كتبه أحد أعضاء مجلس الشعب السابق وهو الدكتور مصطفى النجار على تويتر. يقول نجار: سدنة الغباء السياسي الذين يقفون خلف مرسي ويصرون على حرق الوطن بغبائهم، سيفشل معكم الوطن وستقضون على التجربة الإسلامية في العالم العربي كله. هل أنت تتفق مع هذا الطرح؟ هناك خطر على التجربة الإسلامية في على الأقل في دول الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي. أيوة، الخطر قائم وخصوصا على الدعوة الإسلامية من السلوك الذي أحيانا يكون خاطئا وغير متفق مع مصلحة الجماهير وآرائهم واحترام شخصياتهم. لذلك أنا كنت بقول الحوار مع الدكتور مرسي يوم السبت لن يغني كثيرا. الحوار يحتاج إلى أرضية، يحتاج إلى بناء الثقة بين الأطراف المتحاورة. أيضا يعني الأستاذ مرسي وإخوانه وإحنا كنا بندرس دايما كلام جميل له معنى وإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، مش أن يسلقه، ما يسلقوش زي اللي حصل في الدستور. يا أستاذ أنت لو فتحت الصفحة الأولى السطر الأول من الديباجة ستجد هذا هو دستور مصر أو دستورنا. هذا كلام جميل، ولكن وثيقة ثورة 25 من يناير، هل هؤلاء الناس اجتمعوا عشان يعملوا وثيقة 25 من يناير؟ هل هم دول مؤهلين لهذا الأمر؟ هل كلفوا بهذا الأمر؟ هل هؤلاء هم الثوار وأهالي الثوار والذين خططوا للثورة حتى يكتبوا وثيقة ثورة 25 يناير؟ أول سطر من الديباج. ثانيا الشاعر بيقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المأزق ان الدكتور مرسي يلغي، مش يلغي، يأجل على الأقل الإعلان الدستوري، وأنا معاهم فيما يقولون إن احنا بنعود للشعب، إنما عود للشعب عندما تشرع للشعب الشيء الواضح حتى يفهم الشعب. إنما أنا أعمل إعلان 15 يوم وبعض الإخوة اللي مع الدكتور مرسي قالوا إن ما يقدرش يلغي
حتى محمود مكي امبارح ما يقدرش يلغي هذا. طيب الراجل اللي عمل الاعلان الدستوري ده كله ما يقدرش يمدد ال 15 يوم الى 3 شهور للاستفتاء بعد الناس ما تفهم طيب دكتور وترتاح نفسيا طيب في وجود القتل دعني والمظاهرات والضرب. طيب اسمح لي أن أعود من جديد إلى ضيفتي الإعلامية الأستاذة جميلة إسماعيل. يعني عندما تحدث الرئيس مرسي اليوم عن الإعلان الدستوري يعني شرح أنه لم يقصد بالإعلان الدستوري أن نمنع المواطنين كما قال من الطعن على أحكام القضاء، بل مسألة التحصين التي وقف ويقف الكثيرون أمامها يعني متعلقة بأعمال السيادة فقط. عندما تحدث أيضا عن المؤامرات يعني ضرب أمثلة عن اجتماعات في أحد المتهمين في موقعة الجمل، وأن هناك من نقل ما يدور فيها، وأن كل ذلك كان سببا كافيا حسب كلام مرسي للإعلان الدستوري. يعني لم يكن الرجل يتحدث من فراغ. أستاذي الفاضل، احنا دلوقتي تجاوزنا تماما كل ده. احنا النهارده وبأكد لحضرتك انه لا حوار يوم السبت، لا حوار بعد كل الخطوات اللي كان فيها اعتداء على حقوق هذا الشعب من اللي انتخب مرسي ومن اللي ما انتخبش مرسي. فكرة ان انت تبادر بالاعتداء، تعلن هذا الاعلان الدستوري اللي فيه اقتراء على سواء السلطة القضائية او ما الى ذلك. انك عفوا على المقاطعة في هذه النقطة، انت تقولين لا حوار، هل تتحدثين باسم حزب الدستور ام باسم احزاب اخرى يعني مشاركة في جبهة الانقاذ؟ انا عايزة اكد لك انا بتحدث يعني بالاصالة عن نفسي. انا مواطنة مصرية وبأكد لك ان اي حد من هذه الجبهة سيذهب الى القصر للحديث او لاي مكان كان زي ما قال الدكتور كمال الحديث مع الرئيس مرسي بعد كل هذه الاعتداءات على الديمقراطية بالإضافة إلى الدماء التي سالت. أنا بأكد لك أنه حيكون في نظر من هم في الميادين في التحرير، وحيكون في نظر من هم موجودين عند سور الاتحادية الآن، يعني زيهم بالضبط زي اللي راحوا قعدوا مع عمر سليمان في الأيام الأولى من الثورة، وزي اللي راحوا قعدوا مع المجلس العسكري برضو فيما بعد. فده كلام بقوله لك كلام واضح. أنا عن نفسي جميلة إسماعيل أنا لا أقبل حوار بلا شروط، بلا قصدي بلا أجندة تكون بس على أجندته مجلس الشورى. أنا مش عايزة كرسي في مجلس الشورى ولا حد هيغريني بكرسي أو بمنصب ما. عندك 3 حاجات أشار ليهم الدكتور محمد مرسي في خطابه. مجلس الشورى، الحديث هيبقى حوالين مجلس الشورى، هيبقى حوالين ما بعد وخريطة الطريق. خارطة الطريق. أنا لست في حاجة إلى منصب ولا أتطلع إلى شيء، وبالتالي اللي هيذهب إذا كان عينه على شيء يعني فليفعل، غير مستبعد فليفعل بعض سيذهب ليفعل ما يشاء، ولكنه هيبقى في نظر الثوار أصحاب المبدأ والقيم مفهوم. هيكون هو ده بالظبط اللي جلس مع عمر سليمان او اللي جلس مع المجلس العسكري. هل المثال الذي ضربه الرئيس المصري اليوم حول المؤامرة، هو سماها مؤامرة، هل هذا المثال كاف يعني لهذه اللهجة التهديدية؟ شوف يا سيدي، رئيس الجمهورية يرى الكثير، والدكتور السفير رئيس ديوان الجمهورية رفاعة الطهطاوي أكد هذه المؤامرة، والسيد نائب رئيس الجمهورية يعني لابد أن يؤكدها، يعني هو رئيس الديوان يعني. لأن الكل يرى هذه المؤامرة ونحن نرى هذه المؤامرة. سمعناه في ال 18 يوم بتوع الثورة، وسمعناه من المجلس العسكري، ده احنا سمعناه كتير قوي. عيب، هو لم يقاطع، يعني عيب لما يكون بعد الثورة وبعد انتخابات لرئيس. للأسف بعضنا أنا لم أنتخب وأنا قاطعته في الحياة، انتخب ويعود مرة أخرى ويستخدم نفس الأساليب المؤامرات والكلام المبهم. عيب. الشعب اتغير، مش احنا، مش النخبة، ده الشعب، المجتمع اتغير. لن يقبل ابدا النغمه يعني ابدا، بصراحه ولا هذا الضلال ولا هذا الضلال. خلاص وصلت وجهه نظرك. تفضل. التيارات الاخرى انكشفت امام الشارع. تفضل خلينا في السؤال. طيب خلينا في سؤال المؤامره يا استاذ هاني. خلينا في سؤال المؤامره. هناك مؤامره، نعم. الدليل على ذلك الصور اللي انا جبتها لك، والناس اللي ظهرت صور البلطجيه اللي خدوا فلوس وطلعوا في خبر عاجل يا استاذ وقتلوا حمدين صباحي اتقبض عليه.
في خبر عاجل اتمنى بس نتاكد هو القاء القبض على حمدين الصباحي ومصدر برنامج جمله مفيده الذي تقدمه الزميله منى. طيب سنحاول التاكد من هذا الخبر اذا كان هذا الخبر. طيب اذا كان هذا الخبر صحيحا، القبض على مؤسس التيار الشعبي، هل يعني ذلك، يعني خليني اكمل السؤال، يعني عفوا، يعني هذا خبر يعني يستحق التعليق. هل يعني ذلك ان هناك حمله اعتقالات وتنكيل ستحدث لاعداء او خصوم الاخوان المسلمين كما كان يجري في عهد مبارك؟ موضوع الاعتقالات وموضوع السيناريوهات الأسوأ لن يكون هناك شيء خارج مظلة القانون. القانون هو السيد، ولن يكون هناك شخص يحاول أن يمد يده إلى، أنا بقول، شركاء النضال إلا بالقانون. من أكمل يا أستاذة جميلة، يا أستاذة جميلة اصبري علي. على عصام العريش قبل كده، للأسف الشديد أنتم تحاولوا أن تجروا الوطن إلى نار. طيب انتوا بتحاولوا تجروا الوطن لنار. انتوا تحاولوا ان تفرضوا رؤيتكم على الشارع. انتوا بتحاولوا تفرضوا رؤيتكم على الشارع. المؤمنين وانتوا يا اخي اللي ما تعرفوش حاجه اسمها لا ايمان ولا دين ولا ربنا. اشكرك على التكفير. هذا تكفير. طيب تفضل. هذا التكفير الذي تتهم به الاخر. ارجوكي. يعني انا عمري ما شفت واحده ليبراليه تكفر واحد اخر. تكفر. انا مسلمه يا اخي زي زيك يا اخي، انتم اعلاميين. لا اكذب، يعني انتم انا لا اكذب ولا اضلل ولا بقتل ولا بجري الشعب ضد انتوا اللي قتلتوا امبارح الخمسه، ولا بنقتل، انتوا اللي قتلتوا الخمسه بالامس، انتوا اللي قتلتوهم امبارح، قتلتوا امبارح الخمسه، انتوا قتلة، انتوا قتلة. خلاص انتوا قتلتوا خمسه بالامس. ده انتوا شوهتوا تاريخكم كله. انتم كده ضيعتوا لي الحلقه. انا اسفه يا استاذ، عفوا. اسفه. تفضل يا استاذ. انا ما اطلبه الان واؤكد عليه ان لا طريق الا الحوار. يعود الجميع لمائده الحوار، يعني نجلس يوم السبت القادم حتى نخرج من هذا المأزق. نحن اقولها ان كل شخص في حزب الحريه والعداله وفي الاخوان المسلمين حريصين كل الحرص على الفريق الاخر، محتاجينكم جنبينا في المرحله القادمه من اجل ان نعدي هذه المرحله الحرجه. نتحكم ونحكم جميعا ونلجأ إلى الصندوق اللي هي من أقل وسائل الديمقراطية. لو الصندوق قال لا، إحنا أول من سيحترف بهذه النتيجة. طيب. إذا قال الصندوق نعم، لابد أن يحترم الآخر هذه النتيجة. لماذا لا تريدوا أن تذهبوا إلى الصندوق؟ لماذا لا تتركوا الشعب أن يقول كلمة الفصل بيننا وبينكم؟ الآن الموقف مشتعل بين طرفين سياسيين مختلفين، أغلبية ومش هقول اقليه، وما دام الموقف مشتعل، اذا هناك الصندوق. اسمعني يا سيدي، يعني ما دام الحكم العدل في هذا الموقف ان شاء الله هو الصندوق. طيب ما دام الموقف مشتعل، لماذا يزيد رئيس كل المصريين الموقف اشتعالا عندما يتحدث عن مؤامره ولا يقدم دليل مقنع، دليل منطقي؟ هكذا يقول المعارضون. النهارده في 3 بلاغات للنيابه العامه عن هذه المؤامرات. ارجعوا بس. اي مؤامرات؟ يعني عندما يجتمع مش عارف مين في مقر مش عارف. سيدي إذا كان هناك محاولة، أنا زي ما قلت لك اجتماع بيدفع فيه 5 مليون عشان يجيبوا أسلحة. ما الفرق بين هذه الادعاءات وما كان يدعيه مبارك؟ يا سيدي القانون، احنا قلنا فيه كذا ودخلت النيابة العامة والنائب العام يتخذ إجراءاته. دكتور كمال، أنا عاوز أرد بس على الدكتور كمال. دكتور كمال، هو أنت اكتشفت أن الإخوان المسلمين على ضلال مبين هذه المرحلة؟ ما انت كنت معاهم 20 عام، لماذا كنت ال 20 عام الفاتين ولا 45 عام من عمرك؟ هل كان يخدعوك يا دكتور كمال عشان يطلعوا الاخوان الشرعيين؟ دع الدكتور كمال يتحدث. تفضل دكتور كمال. اولا انا مع الاخوان 60 سنه. طيب مش 40، مش 45 ولا 60 سنه. طيب. وكنت عضو في مكتب الارشاد وعضو في مجلس الشورى العالمي ومتحدث رسمي باسم الاخوان في الغرب ومسؤول عن قاره اسيا باكملها ومسؤول عن الإخوان في جهات أفغانستان. يعني أنا مانيش جاي من الخارج أو لسه في النص منتصف. لماذا الآن الإخوان شياطين؟ لماذا الآن الإخوان شياطين؟ لا هو أنت يعني لا، أنا ما قلت، أنا عمري ما قلت الإخوان شياطين، إنما الإخوان زي غيرهم كما يقول حسن البنا في رسالة التعاليم في البند السادس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوان بيروا إن عندهم عصمة وهذا خطأ شديد. أنا عايز أرد على كلام الأخ هاني. لماذا أنتوا خايفين تروحوا السنة دي؟ إحنا ما فيش حد خايف يروح السنة دي، إنما الجو لازم يكون مهيأ، والفترة كان ينبغي أن تكون كافية لشعب بأكمله 50 مليون بيروحوا الانتخابات.
أن يفهموا كل ما المده هذا طالت يا الدستور. دكتور كمال هيحصل مصيبه ويحصل قتل لا ويحصل لا عنف. أبدا. كل ما المده بالطول هيحصل مصايب. اسمعني. عاوزين نجفف الدماء المصريه، نعصمها من المشاكل انتوا فعلا الان. جففتوها فعلا. خلاص انتوا مش جففتوا تجفيف فعلا. يعني، خليني اكون ادق. جففتوا. عاوزين نحقن الدماء، نحقن الدماء، نتمنى نحقن الدماء. ده الدم اللي حصل. انتوا اللي قاتلين 5. ده الدم اللي حصل الشهر اللي فات ده انتوا اللي قاتلين 5 يا سيدي، ده انتوا قاتلين حصل. 5 بالامس، ما حدش يتحدث. طيب عايزين يحقنوا يبدو الدماء. اننا يعني اعتذر يعني منك دكتور كمال المقاطعة غير يبدو اننا فشلنا في اداره هذه الحلقه الم- بسبب يعني العصبيه الزائده من ضيفي، لكن على وعد بمتابعه وملاحقه كل تطور وكل جديد يطرأ على المشهد المصري في حلقات مقبله باذن الله. اشكر ضيوفي الاستاذ هاني صلاح الدين والاستاذه جميله اسماعيل والدكتور كمال الهلباوي، ونلتقي على رأس الساعة بإذن الله. شكرا.